السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بألف صحة وسلامة يا رب. انتوا عارفين بقى جو الشتاء بيحب الأكل، مشروبات السخنة. فقالوا لي اعمل لنا حاجة حلوة، فقمت أدور فلقيت عندي البسكوت ده. ده اسمه ليدي فينجرز. كنت جايباه وقلت هبقى أعمل بيه حاجة، وبعدين نسيته فترة بصراحة. فجت دلوقتي وقته لما قالوا لي بقى احنا محتاجين ناكل حاجة مسكرة، حاجة حلوة. فقمت لقيته وقلت طب أعمل بيه وصفة كده إن شاء الله تكون سهلة ولذيذة بإذن الله. طيب، فالوصفة اللي أنا عايزة أعملها أو الطريقة اللي أنا عايزة أعملها محتاجة نوتيلا، وأنا ما عنديش نوتيلا. فقُلت طيب يالّا نعمل الأول النوتيلا وبعدين ندخل على الوصفة الأساسية. يالّا بينا. هنجيب بقى للنوتيلا كوباية من الحليب، والكوباية هنا ثابتة معيار واحد، يعني كوباية واحدة هاستخدمها لكل المقادير. فأنا أخدت بيها كوباية حليب، كوباية سكر باودر، وكوباية حليب باودر، وكمان معانا نُص كوباية كاكاو خام، ويكون يا ريت نوع كويس عشان كل ما كان نوع كويس هيدّيكِ نتيجة أفضل. ومعانا بقى زيت يكون برضه زيت ذرة، أو زيت حتى دوار الشمس بس يكون مالوش ريحة. هناخد بقى السكر والحليب البودر مع بعض الأول، ناخدهم كده خفقة في الخلاط، علشان عايزاهم يتجانسوا كويس جدًا مع بعض الأول. وبعدين هانزل عليهم بكوباية الحليب البودر، وبعدين بنُص كوباية الكاكاو الخام. وهناخدهم بقى لفة كده مع بعض. من هنا باقول لِك حركة الخلاط، هنشيل الغطا عشان تشوفي. وبعدين هننزل عليهم بقى دلوقتي 2 باكت من كابتشينو بطعم البندق. وطبعًا هنجيب النوع اللي هو المحلي بتاعنا اللي معانا مش اللي علينا طبعًا، وأنتم فاهمين. بيدّي نتيجة حلوة جدًا وبصراحة ممتاز، وما كنتش فاكرة إنه هيدّيني الtaste الرائع ده. هنخفق كل الحاجات دي برضه تاني مع بعضها زي ما أنتِ شايفة كده. هتبدأ كل المكونات تتجانس ويختفي تمامًا حتى لون الكابتشينو. هننزل عليهم بعد كده بنُص كوباية من الزيت. هي نُص كوباية، ما خدش معايا أكتر من كده الكمية دي. بس هننزّلها زي ما أنتِ شايفة كده شوية، شوية، يعني سرسوب كده زي ما بنقول، حاجة بسيطة لغاية ما تخلص الكمية كلّها، هتبقى النتيجة معايا بالجمال ده. طيب هنفضّيها بقى في بولة علشان أورّيكم شكلها عامل إزاي. أنتِ هتفضلي طبعًا وراها تخفقي فيها لغاية ما تلاقي القوام ناعم بقى كده وسلس، ومعاكِ باللون الجميل ده كمان اللي فيه اللمعة ده. تمام؟ شايفة الشكل عامل إزاي؟ وخدي بالِك كل ده وإحنا لسه ما حطيناهاش في التلاجة ولا أي حاجة، معتمدين على برودة الجو الطبيعية. يعني وإحنا بنشتغل مع بعض كده ما شاء الله، يعني بدأت خطوة عن خطوة أحس إنها القوام بتاعها بيتقل، وبدأ يقرّب من طبعًا النوتيلا الطبيعية اللي إحنا بنشتريها من برّه بسعر طبعًا يعني مش قادرة أقول لكم صعب جدًا. فرُحت جِبت برطمان صغير، لقيته يعني مش هيكفّي الكمية دي كلّها. فاستكبرت شوية ولقيت منّه واحد كبير، هو برطمان عسل عمومًا، وأنا ما رضيتش أشيل من عليه الlabel اللي موجود ده، علشان أورّيكِ نقطة مهمة جدًا هتشوفيها دلوقتي. وطبعًا أنا زي أي سِت مصرية، يعني أمّا بنلاقي برطمانات عندنا نضيفة في البيت حلوة، خصوصًا بتاعة العسل والحاجات اللي ممكن هنحُط فيها نفس المنتج، يعني عسل، نوتيلا، حاجات، فهي كلّها بتصُب في اتجاه واحد. فما بنرموش لإن بتبقى يعني إزازها نضيف جدًا وكويس وخسارة يترمي يعني. وأنتم عارفين قناتنا بتعتمد دايمًا على إن إحنا نستغل كل حاجة معانا في البيت، ما بنرميش حاجة. شايفة ما شاء الله كمية النوتيلا اللي اتعملت قد إيه، في حدود كيلو. يعني البرطمان ده 800 جرام. الشوية اللي في البولة اللي أنتم شايفينهم دول حوالي قولي 200، يعني إحنا كده قفّلنا كيلو يا جماعة نوتيلا من شوية المقادير اللي إحنا عملناها في الأول دي. بصراحة اقتصادية جدًا، طعمها في منتهى الجمال. والله لو عملتيها فعلًا، فعلًا هتعتمديها وهتبقى طريقتِك المفضلة، ومش هتشتريها أبدًا من برّه. هتستخدميها في الساندوتشات، في وصفات حلو كتير، يعني مش هتقدري تستغني عنها. بجد جميلة جدًا، جدًا. ووعد وجرّبوها وهتقولوا لي بعد كده إن شاء الله إن الطريقة دي اعتمدناها وبقت في منتهى الجمال. شايفة كل شوية بتتقل عن الفترة اللي قبلها إزاي. ما كانش عندي توست عشان هو الراعي الرسمي لاستخدام النوتيلا. فلقيت عندي بقسماط كده، فقُلت طيب أنا عايزة يعني أحط شوية عليه أشوف هتسقط من عليه والّا لأ. فلقيتها طبعًا متجانسة، متماسكة. الدهن بتاعها أكثر من رائع، ممتازة جدًا.
وطبعا زي ما بقول لكم هنا البرطمان كان لسه دافي، فلسه هيدخل التلاجة وهتدينا القوام بتاع النوتيلا بقى اللي بنشتريها من بره بفلوس قد كده. يلا قابلوني في الفيديو اللي جاي علشان نعمل حلو الليدي فينجرز بالنوتيلا. مع السلامة.